صلوا على النبي. عاملين ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الجدعنوا دلوقتي. عايز اقول لكم حاجه، الجدعنوا والشطروا عشان الامتحانات قربت. والشطروا، ذاكروا والشطروا علشان تجيبوا مجموع كويس. امكم وابوكم تعبانين وشجانين عليكم. امكم بتبقى سايبه البيت يضرب يقلب وتودوكوا الدروس والمدرسه، الدرس والمدرسه، وتعبانه في حياتها. وابوكم متبهدل على السكك عشان يجيب لكم مصروف. ما نخلوش وتعبانين. امكم وابوكم تعبانين. والشطروا والذاكروا، ما تقعدوش تلعبوا ولا تقعدوا على التليفون. ذاكروا عشان الامتحانات، عشان تجيبوا مجموع كويس، عشان تفرحوا قلوب امكم وابوكم اللي تعبين طول السنة، تعبانين عشانكم، متبهدلين عشانكم. وتشطروا. انا بقول لكم يا حبايبي اشطروا، ولا تسمعوا تلفزيون، لا تسمعوا نت، ولا تقعدوا على التليفون. وتشطروا عشان الامتحان، عشان تقعدوا تبقوا شاطرين كده وتفرحوا امكم وابوكم. ما ينفعش كده، ما ينفعش اللعب، ما عادش وقت اللعب. واما تمتحن وتجيب مجموع حلو ودرجات حلوه، ابقى العب واقعد على النت وقت الساعه. ابوك يقول لك ايه؟ تقول له انا عايز التليفون اقعد عليه شويه، يقول لك خد عشان انت جبت مجموع كويس. لو جبت مجموع وحش وطلبت من امك ولا ابوك حاجه، مش هيرضوا يديها لك. ليه؟ عشان جاي مجموع مش حلو. طول السنه تعبانين عشانك ومتبهدلين عشانك، علشان مستقبلك وعشان امتحانك يبقى كويس وكده. مش انت تيجي تلعب بقى اخر السنه. ما ينفعش لعب. تتبع لمذاكرتك، واتبع ما تتبعش